كلمتين في السريع كده ولازم تسمعهم، لان محدش تاني هيقولهم لك على السوشيال ميديا. كلها مبسوطة بالفوز، وكلها مرضية، وكلها بس مش كلها يطلع تقول لك ان للدرجة دي النادي الاهلي بقى مستواه انك انت طموحك الكبير في الدوري انك تبقى تاني دوري، او تاخد دوري، او تجيب جون قدام فرقة زي دي. هو ده اللي احنا وصلنا له، هو ده اللي احنا عايزين نشوفه من قبل ما الماتش يبدأ. وبقالي 60,000 سنة عمول لك الأهلي عشان يكسب الماتشات لازم يسيب الكورة ولازم يسيب الاستحواذ للفرقة اللي قدامه، عشان تشوف لعبتك في المرتدات والتحولات هتبقى عاملة ازاي. برضه نزلنا نمسك ال90 دقيقة كورة، وكالعادة الفريق اللي قدامك بيبات في منطقة 18 ومحدش هيقول لك الكلام ده، لأن الواحد شواف والواحد بيفهم كورة. لعيبه كتير مستوى زي الزفت في المنظومه دي، لعيبه كتير لازم تمشي. اسمع بقى، من اول الموسم الجاي لازم ترجع جراديشار. انا معرفش مشي ليه، لان في اخبار بتقول ان مفيش اي حد من الاجانب هيرجع. لا، يا تجيب لي مهاجم اقوى من وسام ابو علي، هترجع لي جراديشار تاني وتمشي الثلاث لعيبه دول. رقم واحد، محمد مجدي قفشه يرجع، الوحيد اللي كان في المنظومه بيربط ما بين الخطوط، والوحيد اللي كان بيديك سروهات ويلعب لك التحولات اللي المهاجمين عايزاها والاجنحه عايزاها. مش موجود. رضا سليم يرجع، لازم يكون عندك جناح يمين اشول. وكل ما شفنا الجون اللي دخل فينا دلوقتي، جناح يمين اشول قطم طق، شكرا. لازم رضا سليم يرجع، محمد عبد الله يرجع، احمد رضا يرجع. الناس دي ترجع. الناس دي لو ما رجعتش تمشي بقى اللي تمشيه اصلا من اللعيبه دي. كده كده اصلا كلهم عالة وكلهم جرابيع، ومحدش فيهم اصلا عايز يقرق ويبل التيشيرت اللي هو لابسه. فانت يا ابو الله استر عليك، احنا بنتكلم كوره. لان لما يوصل بيك الحال انك انت تفرح الفرحه دي عشان تجيب جون في الدقيقه 90 قدام فرقه ما بتلعبش ب 2 جنيه وربع كوره زي سموحه، لا حاسب بقى. ده انا اقول لك ستوب وستوب ومليون الف ستوب كمان، ومليون الف ستوب. عارف النهارده وانا قاعد بتفرج على الماتش كده لوهله جه في الذاكره الاتنين دول. تخيل الاتنين دول كان طموحاتهم، شوف وطموحاتهم كانت واصله لحد لفكره ان انت عايز تجيب تاني وتالت عالم واول كمان. فيوصل بيك الحال والتدهور الفني والاداري انك انت طموحك تكسب الدوري المحلي. ده بسم الله ما شاء الله. ده الناس دي بقى كده كانوا عربجيه كوره. الناس دي كانوا جبابرة، الناس دي اساطير بقى. الناس دي ما كانش في واحد فيهم ما ينفعش يمشي. وعلى فكرة اللي بيحصل ده ذنب الراجل ده، ان شوية عقال هلافيت من الجماهير قاعدين في المدرجات قالوا منه ومن شخصيته بعد التاريخ اللي عمله. فده ذنب الراجل ده. لما تبقى دي لعيبة مش عارفين يعملوا لي جملة، مش عارفين حد يشوط من بره ال 18، مش عارفين يعملوا لي اختراق واحد يوحد ربنا، مش عارفين يعملوا اي حاجة. 90 دقيقة عمال العب اوفرات، وطبعا انا اصلا ما عنديش هيدرز. والكارثة ان انت لسه مكتشف ان الناس دي هيدرز اصلا. الناس دي مش هيدرز اصلا يا ابويا، صباح الفل. وعمال تلعب عرضيات، وسبحان الله مش عارف تسحب الفرقة اللي قدامك عشان تعرف تهاجمها. فانت خلاص انت وصلت لاوسخ اداء فني شافته عيني في مجال كرة القدم. طبعا انا مش هنتقدك، بس انا معرفش انت مستواك خاب كده ليه ومستواك قل كده ليه، ومحدش فاهمنك حاجة. بس ده كله يرجع برضو للمنظومة وللمدربين اللي كانوا قاعدينك دكة، وانت افضل من مروان عثمان وكام وشوي. الحمد لله.